السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كرة اونلاين. دلوقتي يا جماعة جمعنا فيديو بتاع مرتضى منصور بيتكلم فيه ان عامل دعوة عامة يوم الخميس لكل الناس اللي بتشتم فيه اليوتيوبرز، اي حد بينتقد مرتضى منصور. هو عامل دعوة عامة يوم الخميس الساعة 8 مساء. ودلوقتي هنشوف المؤتمر الصحفي اللي هو عمله. المؤتمر مش مؤتمر، يعني الكلام اللي هو اتكلمه دلوقتي. واتكلم برضه انه مش عارف يجيب لعيبة. حسسني ان اللعيبة والصفقات مش عايزة تيجي عشان خاطر الحجز والديون اللي عليه. الحجز اللي عليه، هو الحجز ده على كام مليون؟ دي شنيون ولا 100 مليون؟ يعني هو الحجز ده على ايه؟ انت يعني انت عليك حاجات كتيرة قوي. يعني الحجز ده هيقضي الغرامات اللي عليك، ولا الديون، ولا عشان تدفع الغرامة عشان الدنيا تمشي، عشان الكيد ما يتوقفش، ولا هتجيب بيهم لعيبة؟ هو كام في الحساب ده اللي هو موقوف ده؟ كام؟ قد ايه؟ عايزين نعرف، عشان كل حاجة الحساب موقوف، الحساب موقوف، الحساب ده. عشان ما نتكلمش كتير، تعالوا نروح نسمع الفيديو ونرجع لكم تاني. ومتنسوش اللايك والاشتراك. على قدر المستطاع مشينا النادي. النهارده كان عندي قضيه مهمه، اتحجز الحكم يوم 21/8. احترام القضاء ملوش حدود، ايا كان حكم القاضي قرار القاضي يحترم. بكره عندي 3 قضايا جداد، ما عنديش مشكله. وانا بقى لو اصلا شغلتي مش محامي، انا مواطن يعني رئيس نادي مثلا زي مصلحي ولا زي اي حد مش محامي، كان زمان ولع في نفسه. انما انا محامي، وعشان كده كل ده ما بيهز الشعر من راسي. حتى لما اتحبست ولا هز شعر من راسي. كل شيء مكتوب عند ربنا. احنا يوم الخميس هنتكلم. مفيش حد اولا بيتكلم باسمي، عشان في سيده فاضله عضوه ومن الجماهير بتقول لي في ناس بيتكلموا باسمك. هيتكلم باسمي ليه؟ ما انا بتكلم، انا الوحيد بطلع بتكلم، ومش عاجب الناس يقول لك هو بيتكلم كل يوم. انا بتكلم كل يوم عشان ما حدش يتكلم باسمي. فاحنا انتظرت، او انا انتظرت لغايه ما عدى اخر ماتش كان مع فاركو، ولازم نتكلم ونشرك الجماهير معانا. هذه مسؤوليه مشتركه، اداره، لاعبين وجهاز فني وجماهير. طب اضافه الجمعيه العموميه اصحاب الفلوس اللي هم اصحاب النادي الحقيقيين، مش انا صاحب النادي، هم اصحاب النادي الحقيقيين. احنا وفرنا او ما قدرتش اتكلم قبل اخر ماتش، لكن انا هحطكم كلكم قدام مسؤوليتكم. من حق الجماهير تزعل، من حق الجماهير تغضب. حضرتك عايز بطولات؟ تمام. بطولات تيجي ازاي؟ في كل الالعاب بالصفقات، تمام. هجيب صفقات بايه؟ بفلوس، تمام. فين الفلوس؟ محجوز عليها. احنا ان شاء الله يوم الخميس في مؤتمر مهم جدا بندعو فيه اولا كل الاعلاميين والصحفيين والقنوات اللي عايزين يعرفوا الحقيقه. وبندعو كل الصفحات حتى اللي بتشتمنا، تعالوا اشتركوا معانا في المسؤوليه. النادي ده لا نادي ابويا ولا نادي عيالي دول. استاذ احمد داخل على النقط، وكان عضو برلمان، عضو مجلس نواب. امير دفعته كلها دلوقتي مقدمين شرطه، ومحامي داخل على النار. مش اسمها عياله، تمام. هو المفروض مثلا مستشار احمد زند رئيس محكمه، ابنه جاب جيد جدا، شريف مثلا، تمام. يشغلوا ايه؟ يشغلوا بواب؟ يشغلوا مهندس؟ الله، بالعكس. اللي دكتور ويقول لك هو لازم لا والله لو متفوق يجي، ولا في قانون بيمنع انه مثلا يعني ان احمد وامير دول مولودين في النادي، تمام، ولا جايبهم انا من الشارع، ولا لاقيهم على باب النادي. فيوم الخميس اللي عايز يتفضل، حتى من الصفحات اللي بتشتم، كل يوم يهز الشعر من راسنا خالص، ولا الهوى. انا ياما انضرب عليا رصاص في المعبد وانا رئيس نيابه هناك في ابنوب، وياما انضرب عليا رصاص في انتخابات برلمان من الحزب الوطني والناس اللي معاهم. ما عنديش مشكله، الرصاص بقى ولا احنا لغايه دلوقتي حوالي 300 قضيه، والحمد لله مكملين وواقفين على رجلينا. فاللي عايز يجي، احنا بقى دعوه عامه اهو، ما حدش بيتكلم اسمي. تعال اشترك معانا في المسؤوليه. هقول لك
ناديك في ايه وداخل على ايه والمفروض نعمل ايه، من غير بقى ما نقعد نفتي وهات لنا فلان، ما تجيب لنا ابن شرقي تمام بكام هات لنا امام عاشور بكام، هات لنا مش بكام، مش تقول لي بكام، بكذا، فين الفلوس؟ فدعوه يوم الخميس ان شاء الله الساعه 8 مساء قبل ما اسافر، لان انا مسافر بعد المؤتمر على طول ان شاء الله. يا ابني انا متبرع ب 30 مليون جنيه للنادي من حسابي الخاص، تاني 30 مليون من حسابي الخاص، ما بدل ما اتبرع ب 30 مليون اروح اخد سمساره مثلا مليون انا واولادي او انا وعيالي زي ما بيقولوا، عيب. ان شاء الله ميعادنا يوم الخميس الساعه 8 في صاله كابتن محمد حسن حلمي، ومحدش يتكلم باسمي، واي حد بيتكلم باسمي كذاب، واي حد يقعد معايا على الترابيزه، اي حد بيجي عايز يقعد ما يقعد، ما بمنعش حد، انا راجل متواضع مع كل الناس. حد قاعد جنبي وبعدين طلع اتكلم يبقى انا اللي قايل له، ما عنديش الكلام ده كله. موعدنا ان شاء الله الخميس، وتعالى، مش انت عمال تنتقد او تشتم، تعالى. ورجعنا لكم تاني يا جماعة، وبعد ما سمعنا مرتضى منصور انه عامل دعوة عامة يوم الخميس وبيتكلم عن الحساب اللي هو محجوز عليه، وحسسنا ان الحساب ده فيه مليار او ديشنيون او رقم خرافي هيقضي جميع المستلزمات اللي على نادي الزمالك، هيقضي صفقات، هيقضي ديون، هيقضي ان في مدربين وفي لعيبه لغايه دلوقتي رافعه قواضي وما خدتش حقوقها، هيقضي مستحقات اللعيبه اللي لسه ما خدتش، اللعيبه اللي هي اللي بتلعب السنه دي لسه ما خدتش مستحقاتها، الصفقات الجديده، ولا الوقف بتاع القيد بتاع شيكابالا، ولا المدربين، ولا ايه بالظبط؟ يعني الحساب ده فيه قد ايه عشان يقضي البلاوي اللي على نادي الزمالك؟ فيوم الخميس هنشوف المؤتمر وهنشوف ايه اللي هيحصل وايه الجديد، وطبعا زي انتم عارفين مفيش جديد، نفس هو الكلام ونفس هي الظروف ونفس هو كل حاجة. وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك. سلام.